السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم امجد اسامة وفيديو جديد من سلسلة جي تي اي في. بس الفيديو النهارده هيكون مختلف شوية. يلا بقى نبدأ الموضوع عليكم. زي ما انتم شايفين يا شباب، النهارده احنا هنوريكم بعض الاماكن اللي موجودة في اللعبة وموجودة في الحقيقة. واول مكان طبعا هو سانتا مونيكا بير. اكيد انت شفت المكان ده في اللعبة قبل كده، وهو في المكان ده بالظبط في الخريطة. ده اول المكان، هي يعتبر زي ملاهي على الشاطئ كده، ودي موجودة في لوس انجلوس هنا هو بالظبط. فاحنا هنا دخلنا المكان، فيلا نوريكم. هو ده المكان زي ما انتم شايفين، وهي دي الالعاب اللي موجوده في المكان. هناخد لفه في الالعاب كده ونتفسح شويه. تمام، هي دي اللعبه، اول لعبه اللي هي القطار السريع دي، والقطار ده موجود في الحقيقه فعلا اهو يا جدعان. تمام، انا ما خدتش لفه، مش عارف ليه دوست على الزرار. يلا نكمل تاني، معلش هتخش تاني برضو. اتمنى بس لو انت وصلت لحد هنا يا ريت تكمل الفيديو للنهايه وتضغط لايك، لان دي حاجات بتساعدني وبتساعد الفيديو ان هو يظهر لك بعض من الناس. اوه ماي جودنس، شيت. اوه يا لهوي، جمدان يا جدعان، والله جمدان جمدان. شيت. كفايه كده لحد دلوقتي. ده كان اول مكان معانا، وطبعا الدواره دي ممكن نركبها برضو، بس مش دلوقتي. ونرجع لكم بتاني مكان، وهو ممر المشاهير يا شباب. زي ما انتم شايفين كده في الخريطه، في الشارع الموجود هنا اهو بالظبط. دي بدايه الشارع ودي نهايه الشارع اللي بيبقى فيه نجوم على الارض ده. والمكان ده موجود فعلا في لوس انجلوس في الولايات المتحده الامريكيه. يلا بينا نشوفه مع بعض. فين هو؟ اهو يا شباب، هو ده اوله واخره قدام. وبرضه المطعم ده برضه موجود في الحقيقة، بس هو في الحقيقة مش مطعم خالص، ده هو سينما بتعرض فيها افلام هوليوود. تعالى نكمل نشوف الشارع ده اخره فين. زي ما انا قلت لكم، اخره بقى في الاخر الحتة اللي انا علمت لكم عليها دي. الشارع كله مكتوب عليه، مرسوم عليه نجوم في الارض. كمان قدام شوية، هنا نهايته عدت. اهي يا شباب نهاية الشارع، هي دي اخر نجمة اللي هي زي ما انا قلت لكم برضه موجود هنا. اوله هنا، قصدي اوله هنا ونهايته هنا. تمام، ونروح للمكان اللي بعده وهو المتحف الصيني يا شباب. وهو موجود هنا هو برضه في الخريطة في شارع المشاهير هنا هو بالظبط. هو ده المتحف الصيني هنا قدام منه اهو. هو ده موجود فعلا في الحقيقة في ممر المشاهير في لوس انجلوس في امريكا. وهو في الحقيقة مش متحف، هو سينما برضه. كل الاماكن دي بتبقى سينمات زي ما انتم شايفين كده يا شباب. المكان ده بعينه كده متاخد كوبي بيست من الحقيقة. ونروح المكان اللي بعده وهو هوليوود ساين يا شباب. والمكان اللي احنا هنزوره بعد كده هو هوليوود ساين. هتيجي بالظبط في المكان ده اهو، هو قريب من ممر المشاهير جدا. هتمشي بس في الطريق ده كده اهو وتوصل، هو هنا هو بالظبط. تمام يا شباب، هو ده المكان اللي هو الهوليوود ساين. والمكان ده موجود في الحقيقة. طبعا كلكم عارفين هوليوود ساين، اكيد سمعتوا عنها قبل كده. وهي موجودة هنا في جي تي ايه، واسمها اللي هي فاين وود ساين. تمام يا شباب، ونروح لاخر مكان معانا وهو المرصد الجرافيتي. والمكان ده موجود في الحقيقة. هعرض لكم صوره على الشاشة، وهو موجود هنا هو بالظبط في الخريطة جنب الهوليوود ساين.
الهوليوود ساين كانت هنا تقريبا في المنطقة زي دي. فيلا بينا، احنا دلوقتي قدام المكان. ننزل من العربية وافرجكوا عليه. هو ده المكان عامل كده، موجود كده فعلا في الحقيقة. هنلف بقى نوريكم هوليوود ساين من المرصد هنا. ده احنا في المرصد اهو. ننزل تحت. ايوه تمام. هي هوليوود ساين هنا كده لو انتوا شايفينها، بس هي بعيدة شوية. تعالوا نشوفها في المنظار. اهي يا شباب. ايه ده؟ ما بيلفش. هي هنا هناك اهي. ايوه اهي يا شباب، زي ما قلت لكم. تقدر تشوف الهوليوود ساين عند المرصد. واضحة. كنا احنا هنا وطلعنا فوق هنا شوية من شوية. بس كده الفيديو خلص. لو الفيديو عجبكم مش تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، عشان دي حاجات تفرحني وتساعد الفيديو انه ينتشر ويظهر لأكبر عدد من الناس. كان معاكم امجد اسامة من قناتكم AMG.